والناصح لنفسه يعد برامج الإقبال، يعد برامج ويحاول أن يستوفيها في رمضان. قرآن، هذا برنامج يعد لنفسه كم ختمة مثلا، مع التدبر، قراءة ما تيسر من كتب التفسير، تفقه في معاني القرآن. من البرامج ما يفوت صلاة التراويح ولا ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا قالت نفسه عندي مصالح، عندي أعمال دنيوية، قل أمور الدنيا ما تنتهي وملحوقة، لكن هذه صلاة مع الإمام حتى ينصرف وتكتب بقيام ليلة، هذه تفوت، فلا يفوتها. يضع برنامج ثابت، الصلاة والقيام مع الإمام حتى ينصرف. يضع برنامجا يتعلق بالصدقات، برنامجا في حضور مجالس علم، برنامجا في بر وصلة وإحسان، وهكذا يضع لنفسه برامج ويحاول أن يستوفي ما استطاع منها في رمضان. والجانب الآخر من العمل أقصر، هذا عنوانه، وهذا في مجاهدة للنفس ومعالجة لها. كلما تحركت النفس وتهيج فيها عمل من الأعمال المنكرة أو المحرمة يزمها بهذا الزمام، أقصر. هذا زمام شرعي عظيم جدا، يزمها به مباشرة، يذكرها بنداء الملك: يا باغي الشر أقصر، أنت في موسم الخيرات، موسم البركات، موسم الطاعات، أقصر. أي يمنع نفسك، امنع نفسك، فيمنع نفسه ولا يزال في منع لنفسه عن الشر، وفي إقبال بنفسه على الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا ينتهي رمضان إلا وتخرج من هذه المدرسة المباركة بأعلى الدرجات وأرفع الرتب وأعلى المنازل، فيفوز بخير الدنيا وثواب الآخرة.